وهو في الحمام بيلاقي الخدامه دخلت، فبيعمل نفسه تعبان وقلبه هيقف وبيلزق ديني، ولما بتروح تساعده بيشدها وبينزلها في البانيو، والبنت بتبدا تصرخ وبتضربه بالقلم وبتقوم وبتنزل من الاسانسير هدومها كلها ميه، والناس كلها بيكونوا مستغربين، فبتروح للمدير وبتفضل تعيط وبياخدها على اوضه الفوط وبتقول له على اللي حصل معاها، وبدل ما يقف معاها بيقول لها ارجعي له، وبتستغرب من كلامه وبتقول له انت بتقول ايه، وبيقول لها ده راجل اعمال كبير واحنا مش عايزين مشاكل، ولما بترفض بيقول لها انت مهاجره من بلدك والاقامه هنا خلصت، يعني ممكن بتليفون واحد اخليهم يرحلوكم من البلد. بعد كده لما بيدخل شقته بيلاقي ورده على الارض وبيلاقي الخدامه جوه وبتتاسف له وبيقول لها انا كنت عارف انك هترجعي، ولما بينزل بانيو تاني البنت بتدخل وبترفع عليه الاستشوار وهو في الكهرباء وبيتهدد له ما قالش ايه اللي حصل هتحط الاستشوار في الميه وهتكهربه، وبيقول لها بيخاف قوي وبيقول لها انا مش عايز اموت، وبيقول لها بعد ما مشيت من عندي اتصلت بالمدير واديته 1500 دولار عشان يخليكي ترجعي، وبعد ما بيعترف على كل حاجه بتحط الاستشوار في الميه، ورولا بيفضل يصرخ وعامل زي العيل الصغير اصلا ما بيحصلوش حاجه، والبنت بتطلع شايله الفيشه وبتبدا تضحك على شكله، وبيدخل البوليس ومعاه المدير وبيروحوا يقبضوا على البنت، والبنت بتقول له بس انا المبلغه، والمدير بيقول انت بتحاول تضايق الزباين، ورولا بيقول كمان حاولت تقتلني، وبتطلع البنت التليفون وبتطلع مسجله كل الكلام اللي قاله هو والمدير متفقين مع بعض، وبيقبضوا عليهم هما الاثنين، والبنت بتفرح عشان اخدت حقها منهم.